مساء الخير مستمعي ومتابعي إذاعة بويار اف ام. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما 2020 حول الواقع الخدمي في إقليم الجزيرة. شهد إقليم الجزيرة خلال عام 2020 نقص في الخدمات من ناحية انقطاع الكهرباء والماء، إضافة لارتفاع جنوني للأسعار مع تطبيق قانون قيصر وتداعياته على الحالة الاقتصادية والمعيشية على مستوى سوريا بشكل عام، بالإضافة لتفشي فيروس كورونا في المنطقة وفرض الإغلاق وحظر التجوال الكلي والجزئي لشهور، مما أثر على مواعيد تنفيذ المشاريع الأساسية والخدمية في إقليم الجزيرة. ما هي أبرز المشاريع الخدمية التي نفذتها الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة؟ هل تم وضع حل لمشكلة انقطاع الكهرباء والمياه في المنطقة؟ أبرز الخطط والمشاريع التي سيتم تنفيذها في العام القادم 2021. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفي في الاستوديو الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة سليمان عرب. مساء الخير سيد سليمان، أهلا وسهلا فيك في إذاعة بويار. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا. بداية سيد سليمان، لو تتحدث عن الواقع الخدمي في إقليم الجزيرة خلال عام 2020، أبرز المشاريع التي نفذت وفي أي المناطق والميزانية التي خصصت لتلك المشاريع. مساء الخير لكم ولجميع المستمعين. صراحة أنا سعيد بوجودي هنا اليوم في بوير. شكرا. أتمنى أن نقدم صورة حقيقية للواقع والخدمات التي قدمت لشعبنا خلال عام 2020 والمشاريع التي تخطط لها هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة. طبعا عام 2020 كان عاما صعبا، والبلديات والإدارة المحلية لإقليم الجزيرة كانت بلديات طوارئ وتعيش أوضاع خاصة. ذلك يتعلق بعدة أمور عشناها في عام 2020. يعني عام 2020 كان عام انتشار كورونا. في وقت انتشار هذا الوباء على شعبنا كانت البلديات وهيئتنا لم تنقطع يوما واحدا عن العمل من خلال حملات التعقيم، حملات النظافة وحملات التوعية والنشر ما يجب أن يتم نشره من خلال خلية الأزمة وهيئة الصحة. أيضا كانت عام 2020 عاما شهدت البلديات وهيئتنا وضعا خاصا بالنسبة للميزانية فيما يتعلق بارتفاع وانخفاض سعر الدولار والارتفاع الكبير لسعر الدولار أمام الليرة السورية مؤخرا. يعني هذا ما أثر سلبا وبشدة على الميزانيات المخصصة من قبل هيئتنا من أجل تنفيذ المشاريع التي كانت من أولوياتنا. وكانت ضمن الخطط التي كان لابد من تنفيذها. يعني ارتفاع سعر الدولار جعل من قيمة الميزانية إلى أقل من الربع، باعتبار كان في بداية عام 2020 سعر الدولار أقل من 1000 ليرة سورية، ولكن في النهاية أصبحت أكثر من 2780 وأتوقع بحدود 3000 حاليا. يعني هذا أثر سلبا كون البلديات تعتمد بشكل رئيسي على الميزانيات من أجل تنفيذ مشاريعها. أيضا من النواحي الأخرى الهجمات التي كانت على شمال شرق سوريا، على رجاء كردستان بشتى السبل، والحرب على السريكاني واحتلال سريكاني وآبار علوك والاستمرار الهجمات في شمال شرق سوريا على عين عيسى وعلى زرقان وعلى تل تمر. هذا كله أثرت سلبا. طبعا يرافق مع ذلك حرب خاصة على شعبنا وعلى مناطقنا واستمرار للحصار
المفروض على منطقتنا وعلى شمال شرق سوريا. هذا كله أثر سلبا على تنفيذ المشاريع، ولكن بالرغم من كل ذلك كانت هناك العديد من الأعمال والمشاريع التي نفذتها هيئتنا. نعم. لو تذكر بعض منها سيد سليمان التي نفذت. يعني من ناحية المشاريع هناك العديد من المشاريع التي نفذت. يعني نفذ في إقليم الجزيرة أكثر من 481 مشروعا. هذه المشاريع موزعة على أكثر من 63 بلدية. نعم. صرف خلال الميزانيات المخصصة لهذه المشاريع أكثر من 13 مليون دولار، يعني تقديريا، وما زالت مستمرة طبعا. هناك العديد من المشاريع التي لها خصوصية أيضا نستطيع أن نذكرها بشكل خاص نظرا لأهميتها. يعني طبعا أغلبية المشاريع التي ذكرتها بالعدد 481 مشروعا هي عبارة عن مشاريع النظافة، مشاريع الطرقات، مشاريع الصرف الصحي، مشاريع الإنارة، يعني كافة الأعمال المتعلقة بالبلديات. نعم. 481 مشروعا تم تنفيذها. ما هي المشاريع التي لم تستطيع الهيئة تنفيذها في هذه السنة؟ طبعا هناك بعض المشاريع التي لم نستطيع تنفيذها نظرا للظروف التي مرينا بها. نعم. يعني مثلا بسبب الأوضاع التي ذكرتها، هناك مثلا طريق عمودة الحسكة، طريق عمودة طريق الدولي. هذا طريق كان من ضمن المشاريع التي كان لابد من تنفيذها خلال عام 2020، ولكن الظروف لم تساعدنا بسبب عدم توفر المواد. نعم. التي يعني كنا نؤكد على أن تكون ضمن القياسات المقاييس الرسمية الدولية. يعني الطريق عمودة توقف بعد إنجاز 12 كيلومتر من أصل 24 كيلومتر لكان لابد من تنفيذه. أيضا طريق درباسية، طريق الدولي، تم قشط الطريق وما زال مستمرا، ولكن عملية التزفيت أيضا لم تتم. نعم. هذه هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى توقف العمل وعدم إنجاز المشاريع. طبعا السبب الأساسي هو الحصار المفروض على منطقتنا على شمال شرق سوريا بعدم توفر مادة البيتومين، وهي المادة الأساسية التي تدخل في المواد الزفتية من أجل تأمين، يعني من أجل تحضير مادة الزفت. هنا نقطة مهمة جدا أود الإشارة إليها أن يعلمها المستمعين، أنه الزفت المستعمل لدينا خلال السنوات الماضية وبمقاييس دون القياسية، نظرا لإنتاج مادة الزفت من المصافي البدائية التي هي موجودة حاليا في روجافا. نعم. إذا كانت المصافي رسمية ضمن المقاييس النظامية ستكون المادة الزفتية أيضا ضمن المقاييس النظامية. يعني كون هناك مثال واضح يعيش أهل المنطقة، وهو المازوت ليس بالمقاييس النظامية، المازوت نوعية سيئة، يعني البنزين نوعية ليست جيدة، يعني ولكن يوجد بمواصفات الموجودة، يعني يعني ضمن الحدود ممكن أن لا يكون مقبولا أيضا. نعم. ولكن الزفت أيضا المادة الزفتية التي هي البيتومين بنفس المعيار، يعني هي مادة ليست بالمواصفات النظامية، لذلك عندما يتم تزفيت طريق ما يخرب أو لا يحافظ على جودته خلال فترة قصيرة أو بعد مرور سيارات ثقيلة أو بعد مرور فصل الشتاء. نعم. سيد سليمان، راح نحكي عن مشروع الطرق وتعبيد الطرق، لكن في سؤال آخر هاي بشكل عام عن المشاريع التي نفذت والتي لم تنفذ. مع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وفرض حظر التجوال الذي دام أكثر من شهرين في المنطقة، كان لها تأثير على جميع النواحي الصحية والتعليمية والخدمية. كيف أثرت أزمة كورونا على سير عمل المشاريع الخدمية وتنفيذها في إقليم الجزيرة؟ وما نسبة المشاريع التي استؤنفت العمل بعد رفع الحظر وعودة الحركة للمنطقة؟
طبعا كورونا وانتشاره أثر سلبا بشكل طبيعي، كون هناك العديد من الفترات التي تم فيها الحظر الكامل. طبعا من أجل أن لا نأكل حق البلديات، أن جميع البلديات كانت على رأس عملها خلال فترات الحظر. يعني عمل بتنفيذ المشاريع أم العمل العادي؟ كان يقتصر أساسا على العمليات التعقيم وعلى التنظيف، وكانت إلى حد ما فترة انتهزت فيها البلديات الفرصة، كون الشوارع كانت خالية من السيارات أو من المارة أو من الناس. يعني كانت فرصة من أجل القيام بالعديد من الأعمال التي كانت المرور، سيارات المرور وتواجد الناس في الأسواق سببا في تأخر إنجاز الأعمال. لذلك كانت إلى حد ما يعني بهذه الطريقة إيجابية، ولكن تواجد العمال والموظفين خلال فترات الحظر كان من أجل عمليات التعقيم. يعني كان هناك حملات تعقيم شملت كافة المدارس وكافة المؤسسات وكافة الشوارع والأسواق. كانت هناك عمليات تنظيف لأغلبية المناطق التي كانت موجودة فيها البلديات. لذلك يعني أثرت سلبا، كون كنا نلاقي العديد من الصعوبات بمرور الآليات، بمرور الموظفين أو العمال على الطرقات وعلى المشاريع الرئيسية التي كان لابد من العمل بها. يعني كنا نلاقي الكثير من الصعوبات أيضا بهذا الخصوص. مثلا عندما كانت تعطل أحد الآليات التي كانت تعمل في المشاريع، كان من الصعب تأمين قطعات استبدال. مثلا كان لابد أن نذهب إلى منبج أو الرقة أو من خارج روجافا. هذه الأمور كلها أثر سلبا على العمل البلديات في خلال فترة الحظر. كورونا. نعم. شو هي الأعمال التي استؤنفت بعد الحظر؟ مشاريع. يعني هناك الكثير من المشاريع التي استؤنفت، وكانت هي بالأساس يعني قيد العمل. يعني كوننا لم نوقف الأعمال بشكل رسمي خلال فترات الحظر، كان من المقرر أن نكون على رأس العمل، كوننا قررنا أنه لا يشملنا الحظر خلال فترات الحظر. ولكن مثلا أود الإشارة إلى مشروع مهم جدا في مدينة قامشلو، وهو مشروع النفايات. يعني بالدول المتقدمة أيضا وكافة دول العالم، يعني حل مشكلة النفايات هي إنجاز كبير بالنسبة للحكومات أو للإدارات الموجودة في تلك المناطق. مدينة قامشلو عاشت فترة صعبة جدا خلال فترة ثورة روجافا وخلال فترة الأزمة. كانت هناك مشكلة نفايات كبيرة جدا. مكب نافكوري في مدينة قامشلو كان يعيش حالة مزرية. يعني حريق بسيط في تلك المنطقة كانت المدينة كلها تستنفر. يعني كان الناس يشكون كثيرا من هذه المشكلة. خلال فترة الحظر نحن بدأنا وأنجزنا نسبة كبيرة من مشروع النفايات، وهو مشروع كبير يشمل مدينة قامشلو، مدينة عمودة، مدينة ديريك، وهو مشروع كامل لعموم إقليم الجزيرة. هذا المشروع يحل مشكلة النفايات بشكل جذري في منطقة، بشكل خاص في مدينة قامشلو، ويغلق مكب نافكوري بشكل كامل خلال فترة قصيرة جدا. وأستطيع أن أشير إلى أقل من شهر ونصف من الآن سوف يغلق مكب نافكور بشكل كامل، ولن تكون هناك نفايات في محيط مدينة قامشلو بتاتا أقل من 80 كيلومتر بعيد عن. متى سيتم تنفيذ هذا المشروع؟ طبعا هذا المشروع منفذ الآن. نعم. جزء كبير منه. هذا المشروع عبارة عن 3 مراحل. طبعا ميزانية المشروع فوق أكثر من $1,000,000. المرحلة الأولى هو بناء محطات لتجميع النفايات، نحن نسميها أقماع. يعني هاي المحطات هلا قيد تنفيذ في مدينة قامشلو، في محطة بعلاية وأخرى في نافكور، هناك محطة في عمودة وأخرى في ديريك. هاي المحطات عبارة عن رمبات من أجل كون السيارات الصغيرة عندما تجمع النفايات من الحارات ومن المدينة لا تستطيع أن تنقل هذه النفايات إلى مسافات بعيدة.
لذلك لابد من أن تكون هناك سيارة كبيرة، آلية كبيرة، من أجل أن تتجمع فيها هذه النفايات وتنقل إلى المكب الرئيسي. نعم. المركزي. الآن نحن في صدد بناء هذه المحطات. علاية أنجزت أكثر من أتوقع 60 إلى 70%. محطة عمود أيضا قيد التنفيذ والمحطات الأخرى. هذه المحطات عندما تستكمل، طبعا السيارات هي سيارات جلبناها من الخارج، وهي سيارات خاصة بهذا بالنفايات، هي نحن نسميها ضاغطة. هي الضاغطة هي تحمل أكثر من 40 إلى 50 طن من النفايات. تتجمع النفايات في هذه المحطة، في هذه الناقلة الضاغطة، وتنقل الضاغطة النفايات إلى مكب مركزي، وهو المكب موجود ما بين مدينة الحميس والهول. نعم. هذا مكب رئيسي. نحن أيضا جهزنا المكب بشكل رسمي من أجل عمليات الطمر، وهناك دراسة طبوغرافية ودراسة هندسية للموقع أنه لا يؤثر على المياه الجوفية. بالطبع يعني منطقتنا منطقة بشكل خاص مناطق الشمال لا تقبل أن تكون هناك نفايات قريبة عن قريتهم، عن مدينتهم. حتى النفايات، المكب النفايات إذا يكون قريب على الشارع اللي بيمر فيه الناس كمان ما بيقبلوا. يعني هون مشكلة نحن عشناها بشكل خاص في إقليم الجزيرة. يعني مشان هيك نحن اخترنا بدراية وبعناية الموقع أنه يكون بعيد عن تجمعات السكانية، بعيد عن مصادر المياه، لا يؤثر على المياه الجوفية. الآن المكب أصبح إلى حد كبير جاهز لاستقبال النفايات. إذا نحن أمام مشروع كبير. هذا المشروع يحل مشكلة النفايات بشكل كامل في إقليم الجزيرة، ومستقبلا في مدينة الحسكة أيضا فقط تحتاج إلى سيارة لنقل النفايات ومحطة لتجميع النفايات. عندها ستكون هناك مرحلة أخرى نحن لسنا بصددها حاليا، ولكن عملية تدوير النفايات. نعم. سيد سليمان، هاي بالنسبة لمشكلة النفايات تم حلها. تعتبر مشكلة الطاقة الكهربائية من المشكلات المستعصية في إقليم الجزيرة، وخاصة مع قدوم فصل الشتاء وانعدام الكهرباء الرئيسية واعتماد المواطنين على المولدات الخاصة، ذات التكاليف العالية والملوثة للبيئة. وحتى إذا تم تصليح الخط يعود للانقطاع مجددا. ما السبب؟ ولماذا نجد بعض المناطق لا تنقطع فيها الكهرباء أو تكون الساعات المخصصة لها أكثر من غيرها؟ طبعا كان لابد من طرح السؤال على رئيس أحد الرؤساء المشتركين لهيئة الطاقة، كوننا في هيئة الإدارة المحلية لا نعمل في مجال الكهرباء. ولكن أستطيع أن أجيب على سؤال، كوننا جزء من الطاقة الكهربائية اللي هي المولدات، هي عبارة عن قسم ضمن هيئتنا، هيئة الإدارة المحلية، اللي هي جزء من البلديات. طبعا مشكلة المولدات هي مشكلة بصراحة كبيرة. يعني كون هناك فروقات بالأسعار، والمستثمرين أصحابين المولدات نفسهم يعني إلى حد ما نستطيع أن نقول يبتزون الإدارة بوجود مولداتهم، كون الإدارة لا تستطيع أن تؤمن المولدات على مستوى واسع كما الآن منتشر في كافة المدن والبلدات. يعني وإلى حد كبير أنا لا أريد أن أحمي المستثمر، ولكن إلى حد كبير هذا المستثمر معه حق إلى حد ما. يعني إذا نحن في الفترة الأخيرة ضمن هيئتنا ناقشنا موضوع المولدات والكهرباء، وكان لابد من وضع عدادات على المولدة من أجل تحديد عدد ساعات. نعم، في تفاوت في الأسعار بين المناطق. من أجل تحديد عدد ساعات العمل للمولدة. نحن قررنا أن تكون لكل مولدة عدد، هذا العدد يحدد عدد الساعات، وستكون التسعير أيضا على عدد الساعات، وسوف نضمن حق المواطن ونضمن حق المستثمر. ولكن مع الأسف في بعض المواسم هناك عدد ساعات فائضة من ساعات الكهرباء. مثلا في مدينة ديريك كانت أكثر من 22 ساعة في اليوم من كهرباء النظامية. نعم. ولكن بهذه الحالة الساعتين فقط صاحب المستثمر المولدة لا يستطيع أن يعمل. حتى الحارس، يعني حارس الموجود على المولدة يأخذ أكثر من 200-300 ألف،
ولكن هذا لا يستطيع العمل. لذلك نحن واجهنا العديد من المشاكل. طبعا نحن في هيئة الإدارة المحلية حاولنا جميع جهودنا أن نوازن. طبعا نحن في طرف شعب، يعني أهم شيء بالنسبة لنا في هيئة الإدارة المحلية والبيئة أن نحافظ على حقوق المواطن. المواطن هو بالنسبة لنا الأساس، يعني تقديم عدد من ساعات الكهرباء بالمحافظة على التسعيرة المناسبة. يعني صراحة هناك تفاوت إلى حد ما، طبعا هي خارج سيطرة. لماذا لا توجد لجنة مراقبة؟ طبعا في كل بلدية هناك لجنة. هي اللجنة هي لجنة الأمبيرات أو لجنة المولدات. هذه اللجان من واجبها أن تكون رقيبا على المولدة من أجل تحديد عدد الساعات. مثلا يعني تتوقف المولدة بحجة أن هناك عطل، وبالأساس لا يوجد عطل، أو بعدم توفر المازوت. نعم. والأساس هو يوجد مازوت. يعني هذه الأمور كلها يعني بتشكل عبء نحن نتحمل المسؤولية الأساسية نحن في هيئة الإدارة المحلية والبيئة. ولكن المواطن أيضا عندما تنقطع الكهرباء يعني لا يحسب كثير من الحسابات اللي صاحب المولد يتحملها. هي كمان موجودة. يعني أنا لا أريد أن أحمي صاحب المولد أو المستثمر، ولكن هذه مشكلة نحن نعيشها، عم نناقشها نحن بشكل دوري. ولكن إلى هذه اللحظة أنا أصرح بشكل رسمي لم نستطع أن نضبط الواقع المولدات، كون هناك تفاوت في الأمور وتفاوت في الأسعار وتفاوت في عدد الساعات، وهذا يسبب لنا مشكلة نحن نعمل جهودنا إن شاء الله نحلها إن شاء الله. سيد سليمان، معنا استطلاع لبعض الآراء حول ما رأيهم بالمشاريع الخدمية التي نفذتها الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة خلال عام 2020، وما هي أهم تلك المشاريع وما المطلوب في تنفيذه في المرحلة المقبلة. نسمع الاستطلاع. المشكلة الأساسية اللي تواجهنا ونحن نعاني منه هي انقطاع الكهرباء، أو بالأحرى ما في كهرباء في مناطق مثلا مثل ريف ديريك 24 ساعة فيها كهرباء، وفي مناطقنا مثلا قامشلو أو معبدي ما فيها كهرباء أبدا، باليوم ساعة ساعتين. فياريت يكون في تنسيق. ما نعرف ليش السبب، يعني كل مرة يقولوا فلان عمود انضرب بس ما نعرف. رأيي بالمشاريع الخدمية اللي نفذتها الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة خلال هالعام اللي راح، بصراحة ما في ولا مشروع خدمي يخدم المنطقة. يعني بصراحة الشوارع مكسرين ولا البلديات تشتغل شغل المضبوط، و يعني الشيء اللي عملوه الإدارة الذاتية بهالمنطقة هو هالحديقة اللي عاملينها، حديقة القراء، وهي هالحديقة كمان بس للمؤتمرات وللندوات اللي خاصة فين يعني بالإدارة. وأنا مو شايفة ولا مشروع منيح يخدم المنطقة. يعني الكهرباء ما عم تجي أبدا، المي ما عم نشوفها أبدا، يعني حتى بدور يوم المي ما في مي، والكهرباء نفس الشيء. يعني نحن بمنطقة فيها نفط، فيها مي، فيها كهرباء، فيها كل شيء، وبصراحة نحن أبدا ما عم نشوف ولا شيء من هالثروات اللي عنا. 2020 الإدارة الذاتية نفذت مشاريع كثيرة، منها ترميم الجسور، بناء المشافي، تسفيت الشوارع، وضع الإضاءة بالشوارع. يا ريت ب 2021 يلاقوا حل مشكلة كهرباء، وكمان يزفتوا الشوارع الفرعية ويوزعوا أشجار داخل وخارج المنطقة، ويلاقوا حل مشكلة دخان المولدات. في عام 2020 إنشاء مشافي في الإقليم بأسعار رمزية للمواطنين، تعبيد الطرق المهمة للسياحة في المناطق التي يزورها المواطن للسياحة مثل طريق حياكة، سويدية، باكروان، عن ديوار، تقديم كافة الخدمات لعوائل الشهداء عينية ومواد تموينية، توظيف كل من يريد وظيفة براتب جيد، تأمين السيارات قدر الإمكان للموظفين، إنشاء مشاريع زراعية للاكتفاء الذاتي، توسيع مداخل المدن وتزيينها بالكهرباء وزراعة الأشجار، تسفيت الكثير من شوارع ريف المدينة، تنوير الشوارع العام بالكهرباء على الطاقة الشمسية،
والأهم من ذلك كله الأمان في الأسواق والحارات والمدن والقرى بشكل ممتاز. نرجو من العام 2021 أولا تحسين وضع الكهرباء أكثر، توفير المياه الصحية والخدمات الأساسية، توفير المحروقات بشكل جيد، توفير مادة الخبز وتحسينه، إنشاء مؤسسات المواد التموينية الأساسية وبأسعار ينافس أسعار السوق والتجار. من خلال المشاريع الخدمية التي نفذتها الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة خلال عام 2020، من أهم المشاريع التي مرت على روج آفا في خلال هذه الفترة، حيث قامت بإعادة الكهرباء وتأمين الغاز وتسفيت الشوارع وتنظيف البلد وتأمين مستلزمات المواطن وإنشاء المشاريع الصغيرة منها والكبيرة، حيث يكون المواطن مستفيد منها هو وأسرته في هذه الظروف القاسية. نطلب من الإدارة الذاتية تنفيذ مشاريع أخرى أكثر لكي تتيح فرص عمل للمواطن العاطل، لأن المعيشة والغلاء فاحش. من الناحية الخدمية النظافة جيدة مقارنة بالوضع الراهن. بالنسبة للمياه الحمد لله جيدة، والخبز نوعا ما جيد. أما بالنسبة للكهرباء فهي ليست بالمستوى المطلوب، يعني هناك تقصير من ناحية الكهرباء في ضخ الكهرباء للمناطق الإدارة الذاتية. من الناحية المشاريع، بدأت بعض البلديات في الإدارة الذاتية بترميم بعض الطرق، وهي خطوة جيدة. أيضا هناك نقطة حبذا لو قامت الإدارة الذاتية بإقامة مشاريع سكنية لتخفيف الضغط السكني على المواطنين أسوة بالمناطق الأخرى، وتخفيف الضرائب على المواطنين. الواقع الخدمي في مدينة القامشلي واقع سيء جدا، بداية من تسفيت الشوارع. نلاحظ من خلال هطول الأمطار الشوارع تصبح عبارة عن فيضانات. الصرف الصحي سيء جدا ومطبات في كل شارع. أما بالنسبة للكهرباء فحدث ولا حرج، أكثر الأحياء في مدينة القامشلي بلا كهرباء وبلا مولدات. أصحاب المولدات قاموا بنقل مولداتهم من الحارة بدون أي سبب ولا رقابة عليهم. أما الأسعار في جميع الأسواق في جميع المحلات أسعار خيالية، لا رقابة، لا تموين، لا رقابة ضمير. يتحكمون في الشعب بكل أريحية. سيد سليمان، سمعنا الاستطلاع وكانت الآراء نوعا ما متفاوتة، شو رأيك؟ شكرا كتير على هاي الاستطلاع. بصراحة يعني النقد اللي ظهر كلام صح، يعني نعم. بالنسبة لتقديم الخدمات هناك نقص كثير ونحن نعلم ذلك، ولكن مع الأسف الوقت والميزانيات لا تكفي ذلك الحد. ولدي قناعة أخرى، كل ما يطلبه شعبنا من حقه طبيعي ولا بد أن يطلب. نعم. راح نحكي عن مشكلة المياه. تعتبر مشكلة المياه من أكثر الملفات الشائكة في الحسكة نتيجة توزع عنفات الضخ والمواد اللازمة في تشغيلها بين القوى المتنازعة في المنطقة. بالرغم من الحلول التي تم وضعها من قبل الإدارة الذاتية، لكن حتى الآن مشكلة المياه مستمرة في المنطقة. لماذا؟ وهل هناك حلول جديدة لهذه المشكلة؟ طبعا مشكلة المياه هي مشكلة رئيسية بشكل خاص في مقاطعة حسكة. نعم. بعد احتلال الدولة التركية لسريكانية وآبار علوك أصبحت تستخدم المياه وتستفز شعبنا وتستخدمه من الناحية السياسية وتضغط على مناطق شمال شرق سوريا بقطع المياه عن أكثر من 1,200,000 شخص. هذه حالة إنسانية أكثر ما هي حالة سياسية.
طبعا دولة تركيا استخدمت كافة الأساليب من أجل ضرب مكتسبات شعبنا في المنطقة، ولكن بعد أن فشلت أصبحت تستخدم حتى المياه الشرب مع الأسف يعني. ولكن لم تكن مكتوفة الأيدي الإدارة الذاتية بالخصوص، وهناك العديد من المشاريع التي قامت بها وأنجزتها والقيد الإنجاز. من أهمها حفر أكثر من 50 بير في منطقة الحمى، وضخ المياه في شبكة المياه مدينة حسكة، وتأمين حاجة شعبنا إلى حد ما. من الناحية أخرى حملة دعم مدينة الحسكة بالمياه من خلال الصهاريج، يعني الصهاريج من كافة المناطق وبشكل خاص. هل الصهاريج كافية؟ بالتأكيد هي حلول مؤقتة. هو الحل الثاني، أنا أقصد خلال عام 2020. نعم. بهذه الطريقة نحن لبينا نداء أهلنا في الحسكة بهذا الخصوص، ولكن هناك مشروعين أساسيين نحن بصدد إنجازها في الحسكة، وهو المشروع الأول وهو جر مياه نهر الخابور إلى السد الشرقي للحسكة من أجل تصفية ومعالجة المياه في محطة الحمى وضخ المياه الشرب إلى شبكات مدينة الحسكة. هذا المشروع مشروع استراتيجي حيوي، الهدف الأساسي منه حصاد المياه والاستفادة من مياه الأمطار، وتكلفة هذا المشروع حوالي 6 مليون دولار. وبرأيك بهالمشروع رح ينتهي حل مشكلة المياه؟ تم إنجاز هذا المشروع بنسبة فوق 90%. نعم. هناك بعض الأمور النهائية لابد أن نستكملها ونعلنها خلال إن شاء الله فترة قصيرة، أن المشروع جاهز من أجل الاستفادة من مياه الأمطار. لابد أن تكون هناك أمطار أيضا. كون هذا المشروع نحن خذلتنا المياه الجوفية وخذلنا الأعداء وخذلنا الجميع، ونحن اتجهنا للسماء من أجل الاستفادة من المياه. هذا المشروع طبعا حيوي جدا، وسوف يكون مستقبلا لمدينة الحسكة. المشروع الثاني وهو جر مياه نهر الفرات إلى مدينة الحسكة. هذا المشروع أيضا مشروع مهم جدا، يلبي حاجة مدينة الحسكة إلى 25% من المياه، وهو جر مياه نهر الفرات من خلال 4 مشاريع، وهو مشروع محطة 47، مشروع محطة العلوي، ومشروع الخطوط، ومشروع الكهرباء. متى سيتم تنفيذه؟ هذا المشروع لم يتم تنفيذه بعد، ولكن كافة التحضيرات من أجل البدء بتنفيذه استكملت من خلال تحديد العمال، تحديد اللجان المدراء، تحديد المواد، إعلان المناقصات، يعني كافة الأمور من أجل البدء. الهدف في البدء في 1/1/2021، بعد 3 أيام إن شاء الله راح نعلن بداية المشروع هذا، وسوف ينتهي كهدف من 3 شهور إلى 4 شهور، يعني قبل انتهاء الربيع سوف ينتهي هذا المشروع وتصل مياه الفرات إلى مدينة الحسكة. هذا المشروع تقريبا يكلف أكثر من 1.5 مليون دولار. نعم. أمريكي. هاي بالنسبة لمشكلة المياه. أما بالنسبة لمشاريع تعبيد الطرق في مناطق إقليم الجزيرة، في عام 2019 أطلقتم مشروع بتسفيد وتعبيد الطرقات الأكثر تضررا لسهولة الحركة المرورية. هل تم تنفيذ المشروع؟ وما هي الطرق التي تم تعبيدها والطرق التي لم ينفذ فيها المشروع؟ تم التركيز على الطرق الرئيسية، وماذا عن الشوارع الفرعية؟ طبعا نحن كانت لدينا العديد من المشاريع بخصوص الزفت. أنا تحدثت عن نوعية الزفت والصعوبات التي نعيشها، ولكن تم تزفيت شوارع المدن والبلدات في مقاطعة قامشلو بأكثر من 102,000 متر مكعب من الزفت. هي المشاريع كلها تم موزعة على شوارع وطرقات الفرعية في داخل المدن، يعني طبعا بنفس الوتيرة في مقاطعة الحسكة أيضا. هناك العديد من يعني لا تخلو مدينة أو بلدة من عمليات تعبيد الطرقات، ولكن الشيء لابد الإشارة إليه والمهم هو أن كافة الشوارع بحاجة إلى تسفيت. نعم. يعني لا يوجد شارع ولا يوجد شخص لا يود أن يكون الشارع معبدا، وهذا شيء طبيعي، ولكن
نحن كيفية اختيار، هل نستطيع أن نعبد كافة الطرق في المدن بإقليم الجزيرة؟ أكيد لا. لماذا؟ طبعا بسبب السياسات القديمة وبسبب عدم تقديم الخدمات وبسبب الأمور كثيرة، ولكن نحن لدينا استراتيجية في تحديد الأولويات. أولويات عدد المستفيدين من الطريق، وعقد الاجتماعات مع الشعب في الكومينات وفي المجالس وفي الهيئة وفي البلدية وفي اللجنة من أجل تحديد الأولويات. عندما نحن نناقش شعبنا وأهلنا بأن هناك 10 قرى لابد أن نعبد طريقين لهذه القرى، القرية التي الأكثر عددا والطريق الأكثر خارجا عن الخدمة لابد أن يتخذ القرار بتحديد ذلك طريق للتعبيد. هذه نحن استراتيجية نتبعها من أجل تحقيق القناعة عند شعبنا والارتياح لدى المواطنين، كوننا لا نستطيع حقيقة أن نعبد كافة الطرق، ولكن لدينا آلية ديمقراطية نتبعها من أجل اختيار الأولويات، وهذا ما تبعناه في عام 2020. نعم، برغم قيام هيئة الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة بالتنسيق مع بلديات الشعب بتنفيذ مشاريع خدمية جديدة وترميم بعض المشاريع القديمة، إلا أنها لا تسلم من انتقادات الشعب والتي تدور حول ضرورة إيجاد حلول دائمة وليس مؤقتة. ويقول الكثير من الإدارة ستفقد رصيدها بين الشعب لو بقيت على هذا الحال. ما رأيك؟ هذا كلام صحيح، وأنا أنضم لهذا الكلام بالضبط. إذا نحن لم نقدم خدمات لشعبنا ولم نريح شعبنا بتقديم الخدمات، بالتأكيد لن يقبل هذا الشعب هذه الإدارة وهذه الهيئات وهذه البلديات بالأحرى. نعم. ولكن الآن بلديات الشعب الموجودة في الأكثر من 63 بلدية في إقليم الجزيرة تقدم العديد من الخدمات لشعبنا، والشعب من خلال الاستبيان أيضا توضح أن هناك الكثير من يلاحظ أن هناك خدمات كثيرة من ناحية النظافة. هناك نظافة في عموم المدن والقرى الموجودة في إقليم الجزيرة. من ناحية المياه، يعني حالة مدينة الحسكة هي حالة خاصة تحدثنا عنها، ولكن أغلبية المناطق الأخرى مكتفية ذاتيا من ناحية المياه. وإذا كان هناك أحد القرى أو المناطق أو الحارات في المدن يستطيعون أن يراجعونا، وسوف نلبي هذا الموضوع بشكل مباشر. ونحن بعد العديد من الدراسات ومن خلال اطلاعنا وهو عملنا الأساسي لا توجد مشكلة مياه في المناطق، أغلبية المناطق في شمال شرق في إقليم الجزيرة. يعني ما كانتون قامشلو بالكامل لا يوجد فيه مشكلة المياه. قد تكون هناك بعض المشاكل الصغيرة، عدد من البيوت أو عدد يعني لا يصل من الحارات. نعم هناك بعض المشاكل، ولكن في العموم لا توجد مشاكل المياه أو مشاكل، حتى مشاكل الصرف الصحي. هناك مشكلة واحدة بقيت في مدينة قامشلو وهو صرف صحي حلكو. هذا المشروع مشروع ضخم وحيوي لمدينة قامشلو، أود الإشارة إليه بعجالة. مشروع الصرف الصحي حلكو هو يفيد المنطقة غرب قامشلو بشكل كامل من ناحية حل مشكلة الصرف الصحي. هذا القرار اتخذ مؤخرا وتخصص له ميزانية وسيتم تنفيذه في أقرب وقت عندما يسمح لنا كبلدية قامشلو بتنفيذه، ولكن كدراسة جاهزة، كميزانية أيضا جاهزة، ونحن سننفذه في أقرب وقت إن شاء الله. كهيئة الإدارة المحلية، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملكم أثناء تنفيذ المشاريع؟ الصعوبات الأساسية هي عدم توفير المواد والآليات. يعني كون الحصار المفروض على منطقتنا وعلى شمال شرق سوريا، نحن نلاقي صعوبات كثيرة في تأمين مثلا عنفات من أجل ضخ المياه غير متوفرة، الآليات غير متوفرة. هناك صعوبة أخرى نحن نعيشها في البلديات وفي هيئة الإدارة المحلية والبيئة، وهو عدم توفر الفنيين والخبراء ضمن مكاتبنا وضمن الورش الفنية ومكاتب الدراسات الفنية لدينا. هناك نحن نعاني من كيفية إيجاد الدراسات لحل المشاكل. يعني هناك مشاكل كثيرة نحن نعاني منها ضمن هيئة الإدارة المحلية والبيئة. أيضا موضوع الميزانيات، هناك ضعف في الميزانيات. نحن نعمل على زيادة الميزانية من أجل القيام بالعدد الأكبر من المشاريع. يعني بشكل عام هناك صعوبات مثلا في تحديد الأولويات.
نحن نلاقي صعوبة في إقناع الناس. مثلا لماذا تم تعبيد الطريقة أمام بيت الفلاني أو الحارة الفلانية أو القرية الفلانية، ولماذا لم يتم تعبيد الطريق أو تقديم الخدمات في القرية الأخرى مثلا يعني. نعم. طبعا هي جميعها صعوبات نحن نعيشها يعني. موضوع الأهم هو موضوع الشعب. نحن نسعى إلى أن إقناع الشعب ووضعه بصورة الواقع الذي نحن نعمل به، من ناحية نحن شفافين إلى أبعد الحدود في هيئة الإدارة المحلية والبيئة، مستعدين أن نقدم التقارير الرسمية، مستعدين أن نقدم الميزانية، الكشوفات الرسمية لكافة المشاريع. يعني من ناحية الشفافية والديمقراطية وبشكل خاص أمام الشعب نحن منفتحين إلى أبعد الحدود وتقديم كافة المستندات لشعبنا. نحن لا نراجع الحكومة ولا نحسب حسابات للحكومة فقط مثل الدولة أو الأنظمة السابقة. نحن نتجه إلى الشعب، نحن نقدم التقارير للشعب. نود أن يكون شعب شمال شرق سوريا الرجافة، مناطق إقليم الجزيرة بشكل خاص، أن يكونوا مطلعين على ما تقوم به البلدية. نحن شفافين لأبعد الحدود. نعم. سيد سليمان، ما هي أبرز الخطط والمشاريع التي سيتم تنفيذها في العام القادم عام 2021؟ طبعا نحن حددنا المشاريع عام 2021 بخصوص أغلبية البلديات لدينا. هناك العديد من المشاريع الأساسية اللي لابد أن تنفذ، وهي في البداية هو أولوية المياه. يعني سوف نعمل عام 2021 لحل جذري لمشكلة المياه بشكل خاص في مدينة الحسك. المشروع الآخر على مستوى إقليم الجزيرة وهو مشروع تأمين المادة الزفتية ذات المواصفات القياسية. نحن نعاني من هذه المشكلة كثيرا. نعم. الآن هناك مشروع لبناء مصفاة للزفت في مدينة الحسك، بعد أن يتم بناء مصفاة نظامية للنفط في مدينة رميلان. هناك مصفاة نظامية للزفت، وسوف يكون الزفت بالمواصفات القياسية. طريق عمودة حسكيل توقف بسبب عدم كان لدينا زفت بمواصفات غير نظامية. نحن ما حطينا السيء. نعم. يعني نحن أجلناه إلى أن يتم تأمين المادة الزفتية النظامية من أجل الحفاظ على جودة الطريق. طبعا في هناك العديد من المشاريع، الإنارة، مشاريع الحدائق، هناك مشاريع الصرف الصحي موجودة، وهناك العديد من المشاريع الطرقات والتعبيد والحجر المكسر. يعني العديد من حسب أولويات. نحن اخترنا الأولويات حسب أولويات البلديات. نحن لدينا البلديات هي الأساس، الأهم. نعم. الأهم. هناك اتخاذ القرار بعقد اجتماع مع الكومين ومع المجلس ومع البلدية ومع اللجنة وبحضور الهيئة، يتم اختيار المشاريع حسب أولويات تلك المناطق في عموم الإقليم الجزيرة. نعم. سيد سليمان، كلمة أخيرة نختم فيها حلقتنا. يعني في شيء كتير مهم بعمل البلديات وهو التوعية. لابد أن يكون هناك توعية مجتمعية بخصوص الأعمال، بخصوص الوضع البيئي، بخصوص النظافة، بخصوص حتى الكهرباء، بالترشيد الصحيح له. يعني من المهم أن يكون هناك توعية، يعني من ناحية النظافة. إذا كان هناك الشعب من ناحية الثقافة، من ناحية النظافة هناك توعية في المجتمع، سوف لن تلاقي البلدية الصعوبات في عمليات النظافة والتعاون بين الشعب والبلديات من المهم. نعم. جدا هذا الشيء أنه يكون موجود. الشغلة الثانية هي بالنسبة لنا اللي كمان أكد عليه، اللي هي شفافية البلديات. نحن إن شاء الله نقدر نكون شفافين مع شعبنا بكل الأعمال اللي نحن نقوم فيها. شكرا لك سيد سليمان على حضورك معنا اليوم. العفو، شكرا. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة من برنامج بانوراما 2020 حول الواقع الخدمي في إقليم الجزيرة. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي في الاستوديو الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة سيد سليمان عرب، وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.